اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلوا على النبي يا جماعة. الأيام دي وإحنا في أيام مباركة وجميلة، وكل سنة وكلكم بألف خير وصحة وسعادة. والنهاردة بقى هنعمل مع بعض كده حلاوة المولد. الحلويات اللي كل الناس بتحب تجيبها الأيام دي. أنا قلت لكم كده المقادير، بس معلش بقى كنا بنصلي على النبي. كان معايا سكر، وكان معايا من كل حاجة كوبايتين حمص وفول، وحمص وفول وسمسم من كل حاجة كوبايتين، ومعايا ليمون وملح وفانيليا، ومعايا عسل جلوكوز، ومعايا ايه كمان السكر. اول حاجة كده حطينا السكر على النار وحطينا عليه المية. وبصوا اسهل طريقة ممكن تعملوها، ممكن السكر على المية وبس كده تحطوها على الايه، على السمسم والحمص والفول. تمام. كل الحاجات اللي جاية بعد كده اللي انا هحطها دي اضافات، عايزة تحطيها تمام، مش عايزة تحطيها خلاص. بس اهم حاجة واللي هختم بيها كلامي معاكم في الفيديو، ان انتوا تحطوا المقدار المناسب للكمية المناسبة اللي معاكم. هتشوفوا في اخر الفيديو ان انا زودت المقدار شوية. تمام. لكن لو انتوا ظبطتوا مقدار ايديكم وانتوا بتحطوا هيطلع معاكم مظبوط جدا. اول حاجة كده عملناها، بعد ما عملنا يعني الشربات ده، بقيت امسك حاجة من المكسرات اللي معايا يعني، وبقيت بحمصها كده تحميصة خفيفة علشان تطلع منها اي طراوة كده فيها. على الناحية التانية كنت حاطة برضو الشربات لسه بيكمل حاجته، حطيت عليه معلقتين عسل جلوكوز. ومن ناحية تالتة كنت الصينية اللي انا بعملها كنت حاطة فيها زيت كده علشان المكسرات بتاعتي ما تلزقش. لغاية هنا تمام. هنحط بقى الشربات على المكسرات بتاعتنا. ممكن تعملوا باي مكسرات، مش لازم الفول او الحمص او السمسم، ممكن لو عندك فستق، لو عندك اي حاجة تانية براحتك يعني، حسب امكانياتكم اعملوا. حطيت كده انا هنا زي ما انتوا هتشوفوا، هتلاقوا الشربات طلع كتير قوي من الفول، وده اللي هيخلي الفول ما يمسكش معايا المسكه الجامده. هيبقى او هو لغايه دلوقتي ما مسكش معايا، لكن لو سبته شويه يعني هيمسك وهيبقى كويس كده كده. لكن انتوا من الاول حاولوا ان مقدار الشربات يعني يكون كويس معاكم. بقيت بقى بنزل كل المكسرات بتاعتي كده في الصينيه اللي انا دهناها بالزيت. خدت بقى المعلقه دي عشان تسهل عليا اكتر، يعني المعلقه العاديه المعدن دي، بس كل حاجه دهنينها زيت، السكينه والمعلقه كل حاجه. شايفين بقى الفول طلع منه شربات قد ايه، لكن انا خدت بالي في الحمص. بصوا الشربات ما طلعش منه، كنت حاطه كميه مناسبه بقى للحمص لما خدت بالي يعني. بجد طعمها زي بره بالظبط، ما فيهاش اي افتكاسه. انا قبل ما اعملها قعدت اقول لا انا كده غلط، انا هعمل الحاجات دي وهبوظ الدنيا. والله طلعت حلوه جدا ونفس الطعم بالظبط. حتى لو انا ظبطتها شويه بايديا وقت ما كنت بطلعها، لكن خلينا في الاخر نقول ان الطعم واحد، الطعم ما اختلفش. الشكل مش كل حاجة، الشكل مش كل حاجة، مش مهم الشكل، المهم ان فعلا الطعم كان بالظبط هو، مش هتفرق حاجة يعني. هنا كده حطيت الثلاث حاجات، والافضل كمان ان انتوا تحطوا مثلا حاجتين بس وتطلعوا، وبعد كده تحطوا الحاجة التالتة، او يكون معاكم صينيتين او كده يعني. هتشوفوا دلوقتي ان انا كل ما بعمل السمسم بيرجع تاني عشان لسه ممسكش نفسه كويس. لكن الحمص مسك نفسه فتقطع. فعلشان كده بقولكوا حاولوا يكون معاكم مثلا صينيتين او حاجة، بلاش تحطوا اللي في النص ده،
انا برضو بديكوا كل الحاجات اللي انا استفدتها علشان ايه ما تغلطوش الغلطة يعني اللي انا غلطتها دي. بصوا حلوة جدا. هتسيبوه بقى لغاية لما يهدى خالص. انا برضو هنا بقطع على فكرة السمسم وهو طري، قلت عشان ايه يتقطع بسرعة معايا. اول بقى ما يهدى برضو هعيد على التقطيعة تاني وهبدأ اطلعه. بصراحة بقيت لما بطلع اي واحدة بظبطها كده برضو بايديا شوية، لان زي ما قلتلكم انا لما كنت مزودة الشربات، لكن اهو لما قعد وهدي شوية بصوا تحفة والله، زي بتاع بره واكتر. لو حازم شافني وانا دقت الحتة دي وانا بعمل دايت هروح في داهية، بس انا كنت لازم ادوقه عشان اشوف هل فعلا زي بتاع بره ولا لا. انا كده خلصت الفيديو. ما تنسوش تدعموني كتير كتير باللايكات والاشتراك في القناة كده علشان المحتوى بتاعي يظهر لكل الناس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. قلتلكوا الحاجات اللي انا غلطتها علشان ما تغلطوش فيها. شايفين هو لسه ده طري شوية، لكن قلت اوريهولكم. بصوا القطمة قطمة بالنسبة لان دي اول مرة، فانا بالنسبة لي حلوة جدا وراضية عنه. جربوا انتوا كمان، اعملوا حاجات جديدة وتعلموا منها، مش مهم لو غلطتوا هتتعلموا حاجة جديدة. وبس كده، بألف هنا وشفا. باي باي.